السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما سامي جدار متعود طول حياته ينقي الحاجة البراندات العالية المحترمة ويشتغل فيها علشان يدلك على مكان شركة محترمة، شركة بتبيع حاجة كويسة، محل بيبيع حاجة كويسة زي محل نيو فراد. محلات دي محترمة جدا جدا وبتجيب بضاعة فخمة جدا وأقل سعر في السوق. النهارده أنا واقف على الأرض صلبة بكلم حضرتك كعميل واقف على الأرض صلبة مع شركة مينكون مقدمه كومبينيشن تحفه التحفه. واقف على الارض صلبه. واقف فين؟ على الارض صلبه، تمام؟ ما كنتش دلوقتي واقف على الارض صلبه انا مش هاخد حاجه زي كده ولا مش هتكلم عنها كده. وعمري ما اقول لك على حاجه تمام فيها حاجه مش مظبوطه واقول لك عليها انها حلوه مظبوطه. هنا عندي كومبينيشن اي صنايعي بمنتهى الاريحيه يفك معايا ايه؟ كومبينيشن. يفك معايا بمنتهى الاريحيه الكومبينيشن. بسم الله بسم الله بسم الله. شلنا كومبينيشن، رفعنا دي كده ثانية واحدة على طول بفضل ربنا شلناها، تمام؟ شلناها. عندي هنا المكنة بتاعتي دي شايف؟ بثانية واحدة بص كده لا كلها سيليكون، سيليكون كله سيليكون يا حبيبي، كله سيليكون سهل. صناعي اي صناعي يفك يشيل على طول. ثانية واحدة نزل خلاص خلص الموضوع. دخل ازاي بقى الكومبينيشن؟ دخل الكومبينيشن بتاعه سهل جدا كده. المشاريع بتاعتي جوه اهي شايف كده على طول خلص الموضوع. بس الوصله بتاعتي دي ستانلس ستيل، واصله بقوه شايف؟ شغل مدروس مش شغل عك. عامل لي شغل بقوه عشان ما اعملش الوصله دي اتنيها بالعافيه تقوم تعصر معاك وتبوظ البيس. الوصله واصله ما تصديش، فخامه صاموله، فخامه صاموله بقوه، فخامه حاجه فعلا تستحق الواحد فعلا يشتغل فيها. المكنه بتاعتي احب اشيلها بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله اشيلها خالص. ارفع المكنه بتاعتي افرجها كلها ثانيه واحده، كل المكنه فرج المكنه في ثانيه واحده، فرجت المكنه. اعمل صيانتي عليها وانضف عادي جدا كل حاجه تمام. وفيها طبعا الموتور بتاعها ستانلس ستيل برضو مش بلاستيك، ستانلس ستيل، تمام؟ بعد ما اخلص كل حاجتي ونضافه 100 100 واسلك 100 100 اخش المكنه مكانها ومنتهى السهوله، منتهى السهوله. شايف؟ كراجل صنايعي فاهم بعمل ايه وعرفت الكومبينيشن ده خلاص خلص كده خلاص. واركب الكوع بتاعي هنا كده تمام كده اهو اهي بجواله طبعا. هنا عندي بقى حاجه ممتازه جدا. بص هنا كده جوه كده، بص كده جوه اعمل لك محبس بحيث العميل يمد ايده يقفل المحبس مش مفك. مش عاملين لك بقى مفك ومشاكل مفكات، لا مفيش حاجه اسمها مفك، في حاجه اسمها عميل يقفل المحبس بايده ويفتح المحبس بايده. سهل جدا جدا اي عميل يتدرب عليه. هنا كده اركب وصلتي بمنتهى السهوله. بسم الله بسم الله. بس ربطت صامولتي هنا خلاص. امسك بقى عندي مشنه كده بسم الله منتهى السهوله. ممكن اعمل نفسي يفك الحاجه نفسها واركبها برفع دي كده مشبك اهو اقول بسم الله كده سهل جدا. شايف؟ منتهى السهوله منتهى السهوله. شايف؟ بسم الله. دخلت المشبك بتاع المسافه بتاعتي، دخلت المسافه الثانيه بتاعتي تمام كده تمام. خش هنا كده كده منتهى السهوله. شايف؟ شغل مع بشوات، شغل بشوات فعلا فعلا. كومبينيشن تحفه 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 تحفه. الوش ده يا جماعه نازل منه جميع الالوان. الوش ده في منه جميع الالوان، جميع الالوان. اركب ازاي بقى الوش؟ بس خلص الموضوع. طبعا مش عايزين نتكلم في الحاجات دي ان ايه، حاجات كلها طبعا قيمه جدا جدا، حاجات فخمه تمام، حاجات فخمه طبعا، حاجه فخمه جدا جدا ماشي. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان احنا بفضل ربنا عز وجل عجبتني الشركه دي جدا جدا ومنتجاتها في منتهى الفخامه. مش كده وبس بقى، مش هنقف على الكومبينيشن وبس، لا هنقف على حاجه ثانيه. الشركه دي مقدمه حاجه اسمها فري سيرف. الفري سيرف الماني
الفري سيم ده الماني الماني، يعني ده استيراد الماني الماني. القطع بتاعته الفري سيم دي قطع تحفه. بص عامل ازاي التحفه، شايف الشغل عامل ازاي؟ شغل في منتهى الفخامه. الفري ثيرم حاجه شغل عالي جدا جدا، واضغط زي ما انت عايز، اضغط زي ما انت عايز. كمان نزلت حاجه اسمها طور. الطور ده منتج برضه تاني، طبعا ده ماكينه نص بوصه في زي ما انت عايز. الطور برضه نفس الكلام، ده منتج بتاعهم عالي جدا جدا، منتج ايطالي عالي جدا جدا جدا. ليه؟ انا شفت المنتج عجبني قلت اتكلم عنه. ليه؟ هيبقى افيد العميل قبل ما افيد الصنايعي. العميل من ناحيه السعر من ناحيه الجوده هتلاقي في الشركه دي بضاعه فعلا انت بتشتري حاجه مش مصنعه محليا، لا مصنعه عالميا، مصنعه عالميا. زي ما اقف على كوميشن كده برجلي ضمنت برضه ربنا سبحانه وتعالى. هنا نتكلم برضه عن الشركه منزله البيكس. البيكس ده يا جماعه الماني، كل قطعه فيه الماني. تمام؟ البيكس ده يا جماعه 2.2 عشان في السوق 2 الا 1 وشويه. تمام؟ والخامات نفسها يا جماعه مش خامات اصيله، انما هنا شركه منكم بتجيب خامه لا يعلى عليها وبتتحدى بيها السوق. ده خامات دي كلها يا جماعه، الكوع ده والصين والحاجات دي كلها الماني بمعنى كلمه الماني. يعني تركب ان شاء الله الحمام بتاعك استشاري محترم عايز يعمل شغل عالي جدا فخم جدا، الشركه بتقدم هنا كل المواصفات اللي هو بيحلم بيها كاستشاري عشان يعمل شغل عالي جدا. هنا البولي بتاعهم الماني. سوال لي كده الماسوره هنا، شايف الماسوره فين؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. شايف هنا ميد ان جيرماني، دي صنع في المانيا، يعني بضاعه جايه من المانيا. حاجه بمنتهى الفخامه يعني. انا بس حبيت احكي نبذه بسيطه عن شركه منكم، لان لما جيت المقر بتاعهم وعجبني الشغل فقلت لا اصور الشغل ده عشان العملاء اللي عايزين حاجه فعلا تليق بمستواهم ومكانهم فعلا وعايز يصرف قرش وضمان زي الفل ان شاء الله. شركه منكم بتقدم الحاجات دي صراحه ربنا. الشركه بهرتني يعني يا جماعه تعالوا زوروا الموقع بتاعنا وشوف الحاجه بتاعتنا، لو ما عجبتكش ما تعملش اعلان. وبالتالي اي شركه ما بتعجبنيش ما بعملش فيها اعلان. ليه؟ انا بعلن لك انت كراجل منتج، كراجل اللي عايز تعمل منتج تاخد منتج نضيف وتركب عندك منتج نضيف. انا فعلا بقول لك شركه انا هستند عليها فعلا. ليه؟ اي صنايعي يشيل الحاجات دي. والسيليكون يا جماعه انا مش عامل حاجه بلاستيكات قطر، لا ده الحاجات اللي جوه دي سيليكون وبلاستيكات معلق. كل قطع غير موجوده متوفره. الصنايعي ياخد اللي هو عايزه ويركب وسهل جدا منتهى السهوله والفخامه. تمام؟ مش عايز اطلع حضراتكم شركه منكم بتقدم حاجات ممتازه جدا جدا يا جماعه، واستيراد مش محلي. تمام؟ وحاجه فعلا فخامه. المحبس الدفن بتاعهم فخامه، كل حاجه درستها عندهم فخامه عاليه جدا بشركه منكم. ربنا يستحمل عليكم ان شاء الله. وكل جديد في مدرسه جدار زي جدار بيقول عليه باذن الله. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم بناء على حب شركه منكم. السلام عليكم.